رجعنا لكم تاني بعد توقف طويل، وهنكمل ان شاء الله المشوار لكل جمهور نادي الزمالك. معاكم وليد محمود وحلقه جديده من طبعا قناه الزملكاويه ونبض الزمالك. هتكون بشكل تاني الايام الجايه، وانتظروا مفاجآت، انتظروا في استوديوهات تحليليه، انتظروا نجوم هنستضيفهم. هيبقى في حاجات كتيره جدا في القناه وان شاء الله مستمرين. طبعا اللي بيشغلنا طبعا فريقنا ومستقبل الفريق ونادي الزمالك رايح على فين. اللي انا عايز اقوله حاليا طبعا، والعرض اللي جاي لزيزو، ايه رايكم فيه انه يروح للشباب السعودي؟ لان الشباب السعودي وزيزو لعيب كبير جدا، وهل هيروح ولا لا؟ والاصلاح، هل لجنه نادي الزمالك تساعده في الاحتراف؟ هل نادي الزمالك محتاج لاحتراف زيزو ولا لا؟ وده كله هنتكلم فيه. طبعا زيزو اسم كبير واحد من اللعيبه الدوليين الجامدين جدا في نادي الزمالك ومنتخب مصر، لعيب كبير في صناعه الاهداف واحراز الاهداف، ولعيب مؤثر جدا وجوده. لكن اذا جاب لك مبلغ كبير حاليا تقدر تبيعه، مبلغ كبير تقدر تبيعه ليه بقى؟ واوصل لاعلى مبلغ، لان اكيد هيدفعوا لك مبالغ. احنا شفنا المبالغ في السعوديه بتوصل 100 مليون و200 مليون ومليارات، فانت اعلى معاهم على قد ما تقدر، لان انت كل مبلغ ما بتجيبه كبير انت طبعا عشان مشكله القيد عندك، عشان تقدر تعمل صفقات قويه، من صفقات زي اللعيبه السكه اللي موجوده حاليا. ولا هتكلم بصراحه ومش هطبل، ولا واتمنى الطبطبه ما عادش بتجيب، الطبطبه ما عادتش بتجيب. الله يسامحه اللي جاب لنا لا يقل عن 10 لعيبه ما لهمش اي لازمه في نادي الزمالك. فانت ما تبيع زيزو تقدر تجيب صفقات قويه بقى، نجم، تجيب لعيبه دوليين، ما تجيبش لعيبه محلي. اي لعيب محلي ما تجيبوش. اللي يشترط انه يلعب لنادي الزمالك لازم يكون لعيب دولي. اللي يشتري، اللي يشيل او يلبس تيشيرت نادي الزمالك لازم يكون دولي. فانا شايف حاليا انت جددت المعتمد جمال، حاليا احنا لسه ما لعبناش فرق كبيره، احنا شفنا خسارتنا في الدوري، لكن ممكن تخسر تاني وتالت. الفرقه دي ما تطمنش، اللعيبه دي ما تطمنش، فيهم 3 4 لعيبه والباقي كله سنيده. لكن انت محتاج لعيبه، محتاج لعيبه بمواصفات قويه، محتاج لعيبه دوليين عندهم المقدره ان هم يقدروا يساعدوا نادي الزمالك. لكن انت بيع زيزو ومعتمد جمال وجهه نظري على قد اللعيبه اللي موجوده حاليا. يعني اوعى تجيب مدرب اجنبي جديد على اللعيبه دي، واوعى تجيب لعيبه جديده لمعتمد جمال، ما ينفعوش الاثنين مع بعض، لايقين على بعض اللعيبه ومعتمد جمال. مشي باللعيبه دول لحد ما ربنا يكرمك وتجيب. اذا بعت زيزو خلاص بقى تجيب مدرب قوي وتجيب لعيبه، وشكرا لكابتن معتمد، ونبدا بقى من جديد. بس الكلام ده تعمله بعد نهايه الكونفدراليه، لان انت لازم تبدا من بدايه السيزون. احنا كده كده هنخبط فيه وهنكمل، لكن اهم حاجه انك تبدا السنه الجايه بشكل جديد مع مدرب اجنبي ولاعيبه جديده. فاتمنى ان زيزو يتباع، واتمنى كمان، وفي حاجه عايز اتكلم عليها يا جماعه. اول قرار اتخذه مجلس اداره نادي الزمالك كابتن حسين لبيب انه يرجع فيه، ده حاجه عيب، وشكل كده هنطلع يبقى كلامنجيه على ما فيش. اذا انت وقفت زيزو محمد صبحي والزناري، وقفت طبعا قلنا يا جماعه مين؟ فتوح والزناري ومحمد صبحي، ما ترجعش في كلمتك. ولو عرضتهم للبيع بيعهم، لان انت بتعمل سياسه وبتعمل قواعد للبيت الابيض. البيت الابيض محتاج قواعد قويه، محتاج نظام، محتاج ما فيش لعيبه تطبطب عليها. فتوح كام شهر معاك وهو موقع كده للاهلي، هاتوا قعدوا علموا الادب على الخط وما تلعبوش، نسيب كوره. لكن مش عشان انت مش محتاجينه. عبد الشافي جزمته بقى 10 منه، مع احترامي الشديد. عبد الله جمعه هيلعب، لكن انت كده كده مش محتاج. اللعيبه حاليا الموجوده حاليا انت مش محتاج بطوله، وما بتلعبش على بطوله. انت لسه ما لعبتش فرقه زي نهضه البركان، او الفرقه دي لو لعبتك هتكسبك. احنا بنقول يا رب، احنا بنكسب بسبب الجماهير ووجود الجماهير. المهم الحلقه دي يعني تعريفيه، ان شاء الله هنتابع اخبار نادي الزمالك اول باول، وعايزكم تدخلوا معايا وتشيروا الفيديو، واذا عجب الفيديو لايك شير كومنت.